السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الغاليين. أهلا وسهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله نعمل مع بعض البقسماط. ما شاء الله جميل جدا، شايفين مقرمش ازاي ومفرغ من جوه؟ تحفة. حلوة قوي بقسماط البيت، يعمليه في البيت سهل جدا وبسيط. ومن كوباية من نص كيلو دقيق هتعملي كمية حلوة من البقسماط. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنحط نص كوباية مية دافية، وهنحط عليها الخميرة. تمام، باكت من الخميرة او معلقة كبيرة من الخميرة. وهنحط بقى ايه؟ هنحط فانيليا، باكت من الفانيليا، ومعلقتين من السكر، وهندوب كله مع بعضه ونسيبه كده ايه 5 دقايق بس كده، مش كتير يعني، مجرد بس ان الخميرة تتفاعل. تمام كده. وطبعا نقلبه كويس ونركنه 5 دقايق بس، اول ما يبان فقاقيع كده يبقى خلاص هي شغالة وكويسة. تمام. معلش اعذروني علشان انا صوتي تعبان وهيبقى واضح معاكم، ولكن انا ما بعرفش او ما بحبش الفيديو يبقى صامت. بحاول اتكلم معاكم كده وابقى قريبة منكم. هنبدأ بقى نقلب المكونات كده ونسيبها، وبعدين نجيب بقى ايه باقي المكونات نضيفها. طبعا الجو دلوقتي كله برد وعيا وبتاع، وتلاقوا الناس كده محتاجة أكل خفيف، تاكلوا بقسماط بجبنة، عيش وجبنة، المهم ايه، حاجات خفيفة علشان نزلات البرد اللي ماشية. ربنا يعافينا جميعا يا رب، ويشفيني ويشفي كل مريض. هنقلب بقى الدقيق كده، اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن نص كيلو من الدقيق. هناخد نص كيلو من الكيلو من كيس الدقيق. اللي مش عارف نص كيلو قد ايه او ما عندوش ميزان، بيعمل 4 مجات من الدقيق. طبعا هنحط بقى ده الزيت، انا ما كنتش حطيت الزيت الاول. الدقيق حطيت عليه رشة ملح ومعلقة، ربع معلقة من البيكنج باودر، وبعدين حطيت كوباية الا ربع زيت على سمنة، نص زيت وربع سمنة. وقلبت بقى ايه بعد ما عجنت الدقيق شوية بالمية بالخميرة، بدأت بقى ايه احط الزيت والم العجينة بيه، بيبقى مخلي العجينة دايبة وحلو. بعد كده بقى القرمشة بتاعتها بتبقى بسيبها تخمر شوية، وبعد كده بجيبها، يعني مش تخمر ترتاح، وبعدين بجيبها واقطع بقى فيها وابدأ اعمل البقسماط بقى ايه قطع صغيرة كده، وابدأ ارولها كده، ابرمها كده لحد ما تبقى ايه تديني الشكل الطويل اللي احنا عارفينه للبقسماط. هغطي بقى كده بكيس الدقيق او باي حاجة عندك العجينة عشان ما تنشفش وتعمل قشرة. تمام. طبعا انا بصور لنفسي بايد واحدة والصورة جاية مهزوزة، بعتذر طبعا. بس ما كانش حد معايا في البيت يصور لي. تمام كده. يعني هتعذروني النهاردة بكل شيء، على صوتي وعلى التصوير وعلى كل حاجة. تمام. هنبدأ بقى ايه ارول العجينة كده، نبدأ نرولها كده لحد ما تبقى ايه زي الشكل المعتاد للبقسماط الطويل. انا بعمل لنفسي بايد واحدة، فبصوا محتاسة بصراحة. انا عملتها بقى، ركنت الكاميرا وعملتها وبعدين بوريكم. اخد بقى كده قطعة قطعة لحد ما اعمل البقسماط كله. وعندي سمسم بقى احط عليه معلقتين مية كده، وابدا انزل فيه البقسماط. تمام، عشان البقسماط السمسم يلزق على البقسماط ويبقى النتيجة حلوة. وهبدأ بقى ارص كده الصيجان بتاعتي. عمل معايا 3 صيجان من دول، ما شاء الله كمية حلوة. وفي نفس الوقت حاجة في بيتك بقى كده والله طعمه اجمل من بتاع بره بكتير. تمام. هنحطه بقى درجة حرارة قد شايفين جميل ازاي، درجة حرارة 180 تحت. اول ما ياخد لون من تحت بتفتحي عليه الشوايه ياخد اللون من فوق. ممكن تغمقيه الدرجه دي، انا حبيت اوريكي الدرجه دي والدرجه دي، الاتنين طعمهم حلو. دي مش محروق، دي طعمها جميل جدا، ودي برضو الدرجه دي حلوه. اللي تحبيه او تفضليه اشتغلي بيه. تمام كده بقى انا خلصت الكميه بتاعتي، شايفين ما شاء الله طالعه كميه حلوه، والله كلنا منها كمان قبل التصوير، وجميله بقى وطالع هاشش ومقرمش وجميل. انا عايزه اوريكم، بصوا عايزه اوريهولكم وهو
من جوه مفرغ ازاي ومقرمش ازاي. بس للاسف انا ما حدش معايا فعلا ماسك لي الكاميرا، مش عارفه اصور لكم كويس ولا اوريكم مدى القرمشه وفي نفس الوقت شايفين مجوف من جوه ازاي ومفرغ. ما شاء الله حلو قوي، جربوه هيعجبكم ان شاء الله. تاكليه بقى بالليل مع شاي، مع جبنة، مع شاي بحليب، فطار الصبح، حاجة خفيفة كده وسهلة وسريعة، ما خدتش مني وقت. بقول لكم عملتها وانا لوحدي، ولا حد صور معايا ولا حد عمل معايا، والله ما بياخد اي حاجة. بدل ما بتروحوا تشتروه غالي جدا، وفي نفس الوقت ما بيطلعش ما بيبقاش طعمه حلو زي بتاع البيت. احنا نعمل حاجتنا في بيتنا و هتعجبنا وهتبقى جميلة جدا. والفيديو بتاعي كده خلص، يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، وما تنسونيش بقى في اللايك والتعليق المحفز، واستودعكم الله.